ديال القوات المسلحه الملكيه، اطر مدنيه، شعب يعني مواطنين عاديين، ناس تعدموا تجلدوا تعذبوا، هذا راه ديالنا. صحيح صحيح. هذا الملف هذا بالتاكيد ان عليه اجماع وطني، بالتاكيد ان الراي العام المغربي الان هو منتشي بما يتحقق من انتصارات، لكن الحضور ديال هذا الملف في الاعلام الدولي، وانت كذلك فاعل في الاعلام الدولي يعني وممارس في الاعلام الدولي منذ سنوات، كيفاش كتشوف الحضور ديال هذا الملف في الاعلام الدولي؟ الاعلام الدولي يواكب له هذه القضيه، وكان واحد الاعلام الدولي في واحد الوقيته معينه لا يتكلم لا على الحكم الذاتي ولا على سياده المغرب على الاقاليم ديال الجنوب، وبالعكس كان مضادا للمواقف المغربيه. الان مره اخرى فضل يعني الاعتراف الامريكي بغينا ولا كرهنا، الدول الان العالم يسير بموازين القوى والميزان الاكبر عند الولايات المتحده. هذا الدعم الامريكي خلى يعني الآلة الإعلامية الجهنمية الأمريكية غادية مع تساند الموقف المغربي، فجميع يعني التابعين الآخرين يساندون، أصبحوا يعني على الأقل يلينون من مواقفهم فيما يخص هذه القضية، ويأخذوا الحيطة والحذر في التعامل مع هذا الملف. لإيجابي باش نرجعوا نكونوا عمليين، الموقف البريطاني البارح في الليلة كبريات المؤسسات الإعلامية البريطانية يعني خرجت مقالات بعناوين قوية للحديث عن هذا الاعتراف البريطاني الجديد، على رأسهم وكالة رويترز كتكلم على دعم الحكم الذاتي، كان لا تقرير مصير ولا هم يحزنون. الجوارديان، يعني هذا راه الجوارديان ماشي جريدة يعني كنقولوا ديال المخزن بين قوسين، ماشي جريدة خلصت نشر لا هي جريدة هذه ديال المعارضة يسارية، هي عنوانات يعني بريطانيا يعني في سابقات تساند الحكم الذاتي وكتكلم عن القضيه. مؤسسات اعلاميه دوليه، دوتشي فيلي الالمانيه الا كتشوف، فرونس 24 رغم كذا صافي التحول يعني لان هذيك تابعه للدوله تابعه للمخزن كما بين قوسين الفرنسي، بحال هذيك قناه رسميه فرنسا فرونس 24 اون فوا تحول الموقف الفرنسي صافي يعني كسبنا المعركه حتى على مستوى الاعلام الدولي، كسبنا المعركه على مستوى الاعلام الدولي الغربي بعدا، وهذا هو اللي كيهم، هما اللي كيخلقوا. ولكن علاش مره كنلقاو مثلا مازال عناصر من بينهم بعض المنتمين للاحزاب السياسيه خاصه في اسبانيا مازال يعني ما كاينش هذا الاقتناع، كنشوفوا بعض المرات ترحيل شي واحد، منع شي واحد من الدخول، شنو اللي مازال يعني اذا كسبنا المعركه على ارض الواقع كسبناها على المستوى الاعلام الدولي، فين باقي كاين المشكل؟ دابا انا نهضر معك بكل صراحه، بطبيعه الحال راه كنهضروا بكل صراحه من دابا. زعما بعض السياسيين الاسبان اللي ضد القضيه الوطنيه شغلهم انا تهمني المواقف الرسميه، ونقول لكم مزيان اسبانيا دوله ديمقراطيه كاين فيها تعارض المواقف والافكار مزيانه ليهم، انا ما يعني بصحتهم، هما كيجيو يقول لك حنا دوله ديمقراطيه عندنا حريه التعبير، انا ما متفقش مع الموقف الرسمي الاسباني حول القضيه، كنعبر على شغلك اخويا. السؤال اللي خصنا نطرحه اين الاعلام ديالنا، اين حضور، واش هل للاعلام المغربي حضور على المستوى الدولي؟ غائب جدا، لا حضور. كاينه تجارب اعلاميه ديال المغاربه في الخارج؟ لا هذوك الجاليات واش هاد التجارب ديال تجارب اعلاميه عندنا مغاربه في الخارج من غير مغرب تيفي، كاينه تجارب اخرى، واش هاد الاعلام المغربي اللي في الخارج يعني يلقى الدعم والمسانده من طرف الدوله المغربيه في هذه النقطه ديال هذا الملف هذا لمواكبه هذا الملف هذا؟ الاعلام ديال المغاربه العالم حاضر بشكل متواضع، لان الامكانيات ديالو بسيطه جدا ولا يلقى دعما رسميا، كون كان يلقى دعم كانت باينه عليه، وكون كنقولوها ما كاينش دعم، وكاين يعني محاولات متواضعه، ولكن هذا يعني غير فيما يخص الاعلام، يعني ما خصو فلوس ما يمكنش، ولكن الجاليه المغربيه مغاربه العالم ماشي غير في الاعلام، في المقاولات ديالهم، في الوظائف ديالهم، في الاحياء ديالهم، المجتمع المدني، التواجد ديالهم في المجتمع المدني والمجتمع السياسي كبرلمانيين كمستشارين، القضيه الوطنيه حاضره وبقوه، عندهم حاضره بقوه كيدافعوا عليها وبدون دعم. واش باراده شخصيه منهم ام لا شوف يعني ام لغايه في نفسها؟ لا بالتربيه ديالهم، بالدم ديالهم، بما اوصل لهم اباؤهم وامهاتهم،
من حب للوطن وحب للملك وحب للقيم وحب للتقاليد المغربيه. فالقضيه الوطنيه كتجري لهم في الدم من دون دعم ومنذ سنين. وجلاله الملك مره اخرى انا كنعتبره للاسف الشخصيه الوحيده في هذه البلاد اللي كيهتم بمغاربه العالم. الاخرين غير كيديروا بهم السياسه وكيجبدوهم في السفرجه. دابا السفرجه غادي يهضروا على مرحبا وشويه ويمشيو يديروا شويه الكاميرات كنرحبوا بهم في جيت البلاد سبتهم وما ليا نرحبوش بهم وطنجه وبنين الصالح ماشي مشكل. يعني الجاليه المغربيه الدم ديالها عطاتو لهذه البلاد بدون مقابل وما عمره طلبت كتطلب غير شويه الاحترام. وجلاله الملك عارف هذا الشيء، هو اللي كان كيمشي بيدو يستقبلهم برجليه كيستقبلهم، فهما كيعطيو لهذه البلاد. نعاود لك واحد لانيكدوت بلا ما نذكر اسمه، مات الله يرحمه، كان فاعل جمعوي في بروكسل في بلجيكا، وكان هو اللي اسس واحد الجمعيه ديال القدماء المحاربين المغاربه اللي كانوا شاركوا في واحد المعركه في الحرب العالميه الثانيه. كانوا هذوك الكوبيين والاخرين اللي جاوا لي تيغايور ماروكان اللي جابتهم فرنسا، وداروا واحد المعركه شهيره ضد النازيين الالمان في واحد المنطقه سميتها جونبلو في لا والوني. وهذيك الالمان كان عندهم مدرعات سميتهم لي بونزير جايين بقوه، واللي وقف الزحف ديال هذوك لي بونزير والنازيين هما هذوك اللي تيغايور ماروكان، وكان معاهم شويه السنغاليين شويه الجزائريين اغلبهم مغاربه. سبحان الله جات ما يمكنش شي قبيله داز هكاك من واحد الفيلق وماتوا يعني المئات. وهذوك الناس ديال القور الله يذكرهم بخير اوروبيين ديال ماشي هذوك الناس ديال المنطقه ديال جونبلو الوالونيين، دوك ما كانوا لا امريكان ولا فرنسيين ولا مساكين ديال المنطقه، عاشوا هذيك الملحمه اللي كان وراءها جنود مغاربه. ومن ماتوا هذوك الناس امام هذاك الكم الهائل ديال الجثات ديال المسلمين، داروا لهم مقبره اسلاميه خاصه في مقبره اسلاميه وفيها الجنود المغاربه بالاسم، ان كيكون عندهم الاسماء دائما في العنق ديالهم. سميتها ديال جونبلو، سيميتير ديال جونبلو، وكانت منسيه لسنين. واحد من ابناء الجاليه توفى الله يرحمه، يعني باش نكونوا نصفه كان مناضل ديال حزب الاستقلال سبحان الله، كان في بلجيكا. وذوك الناس الكبار اللي جاوا يعني استقلاليين بالمغرب وبقاو استقلاليين، المهم على اين هذا غير نصفه استقلالي ديال بصح، كان مناضل استقلالي ديال بصح، الى درجه ان حتى الاستقلال ما عمرو سول فيه. حزب الاستقلال في الرباط عمرو سول فيه، هو مسكين استقلالي. انا استضفته واحد النهار في البرنامج ديالي، كان هو اول واحد اللي غادي يبرز الى الوجود هذه المقبره الاسلاميه، وغادي يخلق واحد الجمعيه اللي بقات كتمشي دير اون كوميموراسيون شاكاني ديال لا باتاي دو جونبلو. انا مشيت لها معاه، كنزوروا هذوك المقابر، وكان يجي المهم يجيو مسؤولين مغاربه، وكان كيجي حتى السفير المغربي انذاك الى اخره. ولكن الشيء انا ماشي بدا ندخل مع السفاره والشؤون القنصليه، والمهم بحال اللي صافي بداو يخربطوا لنا المساله كبرت. واحد النهار استضفته عندي في البرنامج الله يرحمه مسكين، قلت له الله يخليك، قلت له انت دابا واش هاد السفاره وهادو كيعاونوك شويه بعدا على هاد المجهودات اللي كديروا؟ قال لي انا الا بغاو يعاونوني يعطونا غير 9. واش دابا بعض المرات الا جاو يعاونوك غادي يرونوك. بالاحسن الخصوصيه ديال الجاليه بوحدها، يعني حتى الاداره هادو مثلا الدبلوماسيه، ولكن كيجيو ماشي كلشي كيعرف، كاين دبلوماسيين متميزين وسفراء على مستوى الفهم ديال القضيه. السي عامر والان السي الشامي، يعني هادو السي عامر كان وزير ديال الجاليه، يعني عنده اهتمام. السفير المغربي في سفير السي عامر بلجيكا، السي الشامي، يعني كاين ناس عندهم، ولكن ماشي كلشي كيعرف. بعض المرات الناس اللي خدامين في القنصليه، انتم كمغاربه العالم، نقول لك وانت احد ابناء مغاربه العالم، واذا سولناك شنو المطلوب من الدوله باش تقدروا حتى نتوما تزيدوا؟ هي سيدي كتعطيو كديروا مجهود كديروا كذا، ولكن بغيناكم تزيدوا، بغينا الراي العام الاوروبي. حنا كمغاربه هذه قضيتنا، نموتوا من اجلها. خليني نجاوبك. انتوما جاوب ساهل. انتوما بالنسبه لكم باش الاوروبي يفهم هذه القضيه، باش حتى حنا يكون هذاك الاوروبي مستوعب حقيقه الصراع، شنو المطلوب؟ شوف باش لان هذا ملف طويل. الجاليه المغربيه جاليه وطنيه وكتدافع عن القضيه الوطنيه وتدافع عن المقدسات الوطنيه، وماشي غير في القضيه ديال الصحراء، حتى في الاستثمار، في بزاف في تحويل الاموال. المهم هذاك الشيء ما غاديش نتكلموا عليه. هاد الدوله الا بغات تعاونهم فعلا، غير
تنزل الخطابات الملكيه في حق الجاليه على شو مستوى؟ على كل شيء اللي قالوا الملك يديروه. انا قلت واتحمل مسؤولياتي وكيخلق لي مشاكل هذا الشيء اللي كنقول. بعض المرات كنقول يمكن الجانب الوحيد ولا القطاع الوحيد اللي الحكومه كتباطأ في تنزيل الخطابات الملكيه فيما يخص الجاليه، في الخطابات الملكيه هي فيما يخص الجاليه. علاش؟ السؤال هذا ما نقدرش نجاوب. ما دام طرحتي السؤال يعني احتمالات ما نقدرش نجاوبك عليه. انا كنتكلم يعني بقلب مفتوح. انا ما كنقولش ما كيديروا والو، ولكن كاين بطء شديد في تنزيل الخطابات الملكيه فيما يخص الجاليه. واخا في هذه صافي الا بغاو يعاونوا الجاليه يديروا غير الشيء اللي قال لهم الملك، ما يزيدوش. على مستوى المشاركه السياسيه شنو اللي كيمنع مثلا؟ شنو اللي كيمنع؟ الملك قال لهم ديروا المشاركه السياسيه. مثلا حنا كتكون انتخابات في فرنسا ولا كتكون في بلجيكا كنلقاو مكاتب ديال الجاليه هنا في الرباط مفتوحه. شنو اللي كيمنع مثلا اشراك مغاربه العالم؟ هذا نقاش طويل سي هشام، يعني باختصار ما يمكن ما كانش اراده حكوميه. يمكن ما كانش اراده. الملك كان واضح، قالها في 2 مرات في الخطابات، قال لهم يجب اشراك مغاربه العالم في الانتخابات وفي الترشيحات اسيدي ما يمشوش. الملك قال لهم خصكم تشاركوا، يعني تعينوا في المؤسسات الدستوريه الاستشاريه الاستعانه بالطاقات، ماشي ناس يعني كيعينوا ناس. قال لهم خصكم تعينوا ايضا ناس بالجاليه. ما عمرو عينوا ناس بالجاليه. مثلا تلقى مجلس دستوري، مثلا مجلس دستوري فيه 100 عضو، ما تلقاش فيه واحد من الجاليه. علاش؟ لان كاين تقسيم الكعكه، وتقسيم الكعكه كتكون بين هذوك الناس اللي كاينين هنايا سيتو. يقدر يجاوبك شي واحد، ولكن الموضوع طويل وغادي غير يقدر يجاوبك شي واحد ويقول لك اودي رحنا جبنا وزير من الجاليه. يحسب لحزب التجمع الوطني للاحرار انه عين كريم زيدان على راس واحد الوزاره، يحسب له. انا ما كنقولش الاحرار دار كل شيء مزيان للجاليه، ولكن يحسب له. كان الوحيد والعداله والتنميه حتى هما كانوا يعينوا وزيره، هذيك وزيره منتدبه نزها الوفي على مغاربه العالم. هي كانت هي عايشه في ايطاليا ولكن مغربيه. والمهم حتى كريم زيدان مغربي، كل شيء مغاربه. فهمت؟ اذا يحسب لهم. انا اتاسف غير باش هذا الملف لانه طويل وعريض وغادي نرجع لك الاعلام. أنا اتاسف انه هذه الاحزاب مثلا حزب الاستقلال كانت عنده مواقف متقدمه فيما يخص الجاليه لم يفعلها هو في الحكومه. الاحرار ايضا كانت عنده مواقف متقدمه، ولكن يحسب له انه جاب على الاقل الوزير، وماشي انه كان سي كريم زيدان كان ناشط في جمعيه يعني في حزب التجمع الوطني الاحرار بالمانيا، يعني مزيان. العداله والتنميه هما كانوا متقدمين، ما داروا والو ابار هذاك التعيين بين قوسين. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناه اشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. اذا عجبكم المحتوى بارطاجيوه مع اصدقائكم، ولمزيد من الاخبار تيليشارجوا تطبيق اشكاين من بلاي ستور واب ستور.